السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده. كما تشوفوا معايا هنايا طارت ديال البرقوق بالكريمه ديال اللوز اللي تجي اكثر من رائعه. وإلا ما بغيتوش ديروا الكريمه ديال اللوز ممكن نغيروها. تفضلوا معايا تشوفوا المقادير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هو نصوبوا البرقوق نتاعنا. كما تشوفوا هنا هذا البرقوق راه قاصح ماشي رطب. فنختاروا الحبات اللي يكونوا بحال شادين راسهم ونقطعوهم. اللي درتهم هكا دوائر وشققتهم هكا من الفوق باش يدخلهم الطياب كما تشوفوا معايا هنايا، واللي تزيين كذلك، واللي قطعتهم رقائق طوال. وغتعرفوا علاش درت لهم هكذاك. فهنا عندي داك الفراغات هما اللي غادي نملأ بهم داك البرقوق اللي قطعت شرائح طوال. وكميه غنقطعوا هكا مكعبات صغار، وغادي نضيفوا عليها شويه سنيده. الا كانت عندنا واحد 200 غرام هكذاك ديال البرقوق هكا مقطع باش نديروه بحال شكل مربى اللي غيكون اول تفريشه في لاطارت ديالنا. هنا غادي ناخذ سنيده، واحد كاس الا ربع سنيده او نص كاس ديال سنيده مع داك البرقوق. ما نساوش بان هذا البرقوق القاصح تيكون شي شويه محمض، فنضيفوا شي شويه، نديروا ديك كاس الا ربع هكاك ديال سنيده مع داك الحامض. الله يجي هو هذاك في المذاق. المهم الحلاوه غتبقى حسب الرغبه ديالكم. المهم نديروا السكر باش يطلق الماء ديالو هكا ويتعسل لنا ويطلق لنا هكا مزيان ويرجع لنا مربى. هنا من بعد ما طبختو خليته طبخ واحد شي شويه حتى بديت نشوف داك السكر بدا تيتعسل او لا تيرجع سيرو كما تشوفوا هنا في الصوره. فرجع ليا سيرو. نقصت هاد الكميه هذه اللي غادي ندهن بها الوجه ديال لاطارت ديالنا. فتيعطيها واحد اللمعه وتيعطيها واحد المذاق زوين، وحتى اللون ديالها جا رائع. نرجعوا هنايا اللوز كما تشوفوا معايا هنا. خديت واحد 150 غرام ديال اللوز وطحنتها بالقشر ديالها. ولكم الاختيار، ممكن ديروا اللوز اللي بلا قشور. فانتوما واللي تتفضلوا. انا تعجبني اللوز هكا بالقشر، تيكون فيه واحد الطيبه واحد البنه خاصه. هنا غادي نوزنها هاد الكميه هذه باش تشوفوا معايا داكشي اللي دخلت وراه دخلته ليا لاطا. يعني لا العجينه ولا المكونات جاو هما هادوك متقادين، ما شاط ليا حتى حاجه، كلشي دخلته في لاطارت، لان هاد لاطارت تجي شي شويه غارقه وعامره حشو. فالبرقوق درت ديك الكميه كلها اللي درتو مربى واللي فرشتو. وانتم لكم الاختيار في التقطع، كيفاش تقطعوا تقدروا تقطعوا شرائح كله وتزينوه كشكل ورده بحال هكا، تبقاو تمشيو مع كله حتى تتعمروا لاطاغ ديالكم. ممكن ديروا كما درت انايا، صراحه جا رائع بزاف. تاكل البرقوقه هكذاك غير تاكلها في لاطارت بهاد المكونات هادو، البنه رائعه بزاف، مذاق مختلف تماما. هنا غادي ناخذ العبارات. عندي هنا 150 غرام ديال بودره اللوز، وهنا عندنا 90 غرام ديال سكر سنيده، وعندنا 80 غرام ديال الزبده. فهاد المكونات هادو غادي نضيفوا عليهم 2 ساشيات ديال الفانيلا مع 2 بيضات، وغادي نطربوا الكل. هنا قبل ما نصاوب معكم الكريمه راني صاوبت صابلي او العجينه ديال الصابلي ديال لي طارت، او نقولوا العجينه المرمله. لكن مع الاسف الفيديو ما سجلت ما تصور ليش، تتوقع بعض المرات. المهم غادي نقول لكم المقادير على ما هنا نكونوا تنطربوا هاد الكريمه هذه ديال اللوز. عندنا العجينه ديال الصابلي اللي درنا لاطارت. عندنا زلافه ديال دقيق الفرص، زلافه كبيره اللي فيها 300 غرام. عندنا الزبده 140 غرام. عندنا 2 صفار د البيض، معلقه كبيره ديال بودره اللوز، وعندنا قرصه د الملح. ونخلطوا الكل. او طريقه غادي ناخذوا السكر، ناخذ الدقيق مع الزبده ونبقاو نبسبسوا فيه باطراف الاصابع حتى ندخلوا ديك الزبده مع الدقيق. من بعد نضيفوا 2 صفار د البيض، ونضيفوا ديك المعلقه ديال بودره اللوز، وغادي نخلطوا الكل. الا ما تجمع لكمش غادي نضيفوا القليل من الماء مع قريصه ديال الملح.
وما غادي نبالغوا في التخلاط. غير مجرد ما يتجمع لنا العجين نوقفوا، ما تيتدلكش هاد العجين هذا ولا نجلسوا نحكوا فيه. كما تشوفوا هنا راه العجينه غير تجمعات ليا، لويتها في البلاستيكه ودرتها في الثلاجه ترتاح. شوفوا معايا هنايا راه درتها غير في القصعه غير باش نطلقها شي شويه هكا، وداك المدلك عندي صغير ساعدني. المهم شوفوا معايا هنا كيفاش غادي ندير. غادي نهزها ونحطها في اللاطا ديالي اللي غادي ندير فيها لاطارت. هنا نهضروا على اللاطا علاش المهم باش نتفاداو عندك وديروا في شي لاطا صغر من هذه. راه الحشو غادي يفيض لكم، وراه ما غتجي الكميه اللي درنا هنايا راه خاصها لاطا بحال هذا القياس اللي غادي نقول لكم. القطر ديالها 25 سنتيم والطول ديالها 5.5. ضروري الطول ديالها، لان انا دابا تشوفوا هنايا هاد الكميه د العجينه اللي دخلت راه دخلتها كلها. هنا تنحاول نقاد اللوز، راه عرفتوا جا رائع الشكل ديالو من الجوانب، راه تيعطي بنه راكو عرفتوا يعطي البنه ويعطي المنظر رائع بزاف. المهم غادي نحاول نبقى نطلعها من الجوانب حتى نطلعها مزيان. انا العجين ما بغيتهاش تجيني غليظه، بغيتها تجي رقيقه كما تشوفوا هنايا. غادي مشيت معها في الاول خدمتها من الوسط، وانا غاديه تنخدم وانا تندفع وتنحاول نقادها تجي متساويه من جميع الجوانب. هانتوما كما تشوفوا ما نخليوش ديك الحاشيه ما نخليوهاش غليظه. هانتوما هنايا تنحاول نضغط على داك الجناب اللي من التحت باش يجيو رقاقين حتى هما بحال الكل. المهم كل هاد جينا متساويه، لا من الجوانب لا من التحت لا من الجنب. المهم ساليناها قديناها كما قلت لكم. الطول ديال اللاطا عندي فيها 5 سنتيم ونص. ضروري يكون هذا العبار هذا باش ما تمشيش الحشو اللي عطيتكم غيجيكم اكثر، غيفيض لكم على اللاطا. نهضروا على البرقوق. درنا له واحد المعلقه سنيده وغطيته بالبابيي او بالطبسيل، ودرته في الميكرو اوند باش نحيدوا السوائل اللي في البرقوق. فخليته واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق. والطريقه الثانيه نديروا شي كاسرونه ونحطوا فيه داك البرقوق كامل، وغادي نضيفوا عليه واحد المعلقه ديال السنيده باش تساعدنا كذلك باش تحيد داك السوائل، ونديروا على نار مهيله، نغطيوه ونخليوه على نار مهيله بزاف حتى 5 6 دقائق كذلك. منين نشوفوا داك السوائل هبطات وحبذا كنديروا هذه العمليه هذه من واحد المده، ونخليو البرقوق ديالنا جانبا هكا تيزيد السوائل تهبط ونصفيه ونستعملوه. وكما قلت لكم ممكن اضافه معلقه ديال الدقيق في الكريمه باش تجيكم عاقده وشاده راسها. هنا درت داك المربى اللي خصو يكون حتى هو عاقد، لكن قبل ما ندير المربى راه حطيت لاطاغت ديالي حطيتها في الفرن وحمرتها غير من الداخل. كما تشوفوا حمرتها من القلب ديالها باش فاش نحط عليها هذا الحشو بغيتها تجي طيبه من الداخل، لاباط ما تجينيش طريه. فالمهم هنا درنا المربى هو الاول اللي هو بنفسه خصو يكون عاقد، ودرنا عليها الكريمه، ودابا غنديروا البرقوق. سبقنا هاد الدوائر، هاد نصوصه هما الاولين. كنت نتمنى في الاولى كغرقوا لي شي شويه في الكريمه، انا كنت بغيتهم يبقاو لي يجيو هكا على السطح ويبقى داك الشكل وداك الزواق ديالهم يبان، لكن ماشي مشكل. في الاخر المذاق لا يختلف، وحتى الشكل راه جا رائع بداك شويه اللي خليت الشرائح اللي زينت بهم الجوانب. فالمهم عدلتها وصوبتها وجات هي هذيك. هانتوما كما تشوفوا جبت العبار هو هذاك من الاول، خديت العبار هكذا باش نتفاداو حنا اي مشكل. عندي هنايا شحال كميه ديال البرقوق دخل ليا هادشي، راه نقولوا كيلو ونص تقريبا اللي دخل ليا ديال البرقوق ما بين المربى وما بين هادشي. من المهم كيلو ونص حتى 2 كيلو خاصها تكون باش تقادو هاد لاطاغط. راها كبيره، راه 25 سنتيم في القطر ديالها، والعلو ديالها راه 5.6 سنتيم تقريبا، يعني طارت كبيره.
ما شاء الله. المهم هنايا داك الفراغات شوفوا كيفاش غادي نعمرهم بداك الشرائح اللي قطعت ديال البرقوق، وهكا جاتنا عامره مزيان. واللي بغى يديرها في شي مول مستطيل او طويل، المهم الا كان الطول ديالو حاضر شي شويه، راه خاص المول يكون كبير، اكبر من هذا القياس هذا، باش نتفاداو حنايا اي مشكل. المهم تنعطيكم جميع الافكار وجميع المعلومات باش ما تطيحوش في الاغلاط ومن بعد تقول الوصفه ما طلعت لياش كما شفناها في الصوره. راه مهم المول القياسات ديالو. هنا من بعد ما قاديتها ودردرت عليها شويه سنيده من الفوق، ومع الاسف ما كانش عندي سنيده سمراء البنيه اللي تتعطي واحد الكرمله رائعه بزاف. ماشي مشكل، حنا خلينا واحد شويه السيرو جانبا. هنا راه خرجتها من الفران المره الاولى، لقيتها الوسط تيبقى ما تيطيبناش دغيا بحال الجوانب. دائما لا في الكاك ولا في لي طاط في كل شيء تركزوا على الوسط، هو اللي تشوفوا واش طاب ولا ما طابش. فالمهم درت في الاول لقيت مازال الكريمه عندي سائله شي شويه، رجعته خدالي الوقت تقريبا ساعه ديال المكانه، لكن مهلت عليه العافيه ودرته في الوسط. ودرجه الحراره نقصت من 200 نقصت رجعتها ل 180 باش يطيب عليها مهل وينشف ليا مزيان بدون ما يحترق. ففعلا جبتها هي هذيك. المهم هنايا كما تتشوفوا تندهنها بداك السيرو اللي خليت. صدقوني هذاك السيرو ضروري تخليه باش يعطيكم هاد اللون هذا وهذيك اللمعه اللي تجي من الفوق. هنا حاولت نحيدها لكن كانت سخونه بزاف، مازال طريه العجينه طريه، يعني لا بات صابلي ديالنا مازال طريه مع الحشو اللي فيها طري، فخفت نحيدها تمشي تكسر ليا. كان خاصني نخليها تبرد واحد المده في الثلاجه حتى تبرد عاد نحيدها ونقطعها لكم، لكن اللي داخل الوقت فقلت نصورها لكم ونكمل لكم الفيديو ونخليها من بعد ترتاح. هنا غادي نقطعها لكم لان تيجيوني تعليقات تيقولوا خاصنا نشوفوا الوصفات من الداخل كيفاش جات، فانا بحال دابا هكذا صافي تنوريها لكم هكا وتنسى ما تنفرقش الحاجه من الداخل ونوريكم الداخل ديالها كيفاش داير، ومن حقكم تشوفوا الحاجه فعلا كيفاش جاي الشكل ديالها من الداخل ماشي غير من برا. فصدقوني من برا ومن الداخل البنه لا توصف. داك الكريمه ديال اللوز مع هاد البرقوق جات ولا اروع. اول مره تنجرب هاد الطاقه ديال البرقوق والبنه خطيره بزاف. كما قلت لكم تاكلي البرقوق هكاك بوحدو، البنه عاديه غير ديال الفاكهه، لكن باش تاكلي هكا في اون طاق مع الكريمه ديال اللوز ولا اروع. هنا نحاول نفرقها لكم واخا مازال طريه، مازال ما شداتش راسها مزيان وما برداتش، مازال سخونه. يعني كيفاش غادي نشرحها لكم، خصها تبرد صراحه. ما علينا، ماشي مشكل، نتوما غادي تخليوها تبرد عاد تقطعوها. فضروري نوريها لكم من الداخل. وعلى فكره بين قوسين اللي بغى ما يديرش كريمه اللوز او ما متوفرش عنده اللوز يدير كريم باتيسيير، راه حتى هي غتجيكم روعه. لا كريم باتيسيير سهله، ونخلي لكم مقادير ديالها في صندوق الوصف الا بغيتوها. شوفوا الحشو من الداخل كيفاش جاي، يا سلام. داك اللوز داك التعليكه ديالو وداك البرقوق اللي حيدنا منه داك السوائل، الا خلينا داك السوائل راه غادي تجيكم ميها من الداخل وما تلقاو ما تجمعوا فيها. ضروري نصفيو شي شويه الفواكه ديالنا نحيدوا لهم شويه السوائل باش ما تجيناش ميها وتخسرنا العجينه من الداخل وتخسرنا الحشو ديالنا من الداخل. نقول لكم بالصحه والراحه، دمتم في حفظ الله ومع السلامه، وما تنساونيش بالتشجيع.